كفته الفراخ. هنعمل ايه في كفته الفراخ؟ هنبدا ناخد الصدر ده وهناخد الوراك للشيش طاووق. تمام؟ يبقى نبدا نعمل كده الحاجه كده اهو عشان لو هنسيب. يبقى احنا كده عملنا فرخه شيش ده كده على جنب اهو. تمام؟ هنبدا بقى ناخد الوراك بتاعتنا الجميله وهنخليها عشان نعملها ايه؟ شيش طاووق. بصوا يا جماعه اهي بصوا كله يركز بس في الخليه يا جماعه. خليه اهو نفس التقطيع بس انا هعمل اهي. بص تمام. ده كده شوي برضه. ما هو شيش طاووق شوي برضه. لا مش قصدي ده، بس ايه رايك يا شيخ محمد تعمل لنا ورك كده نعرفه من الحمام الكذاب؟ فماشي ما هو مش عارفه. لا قصدي يفضل في حته من الدبوسه كده. مش لازم ممكن انا كنت بدل ما اقطعها واسيبها. تمام. بس هو عادي ممكن يمشي كده ويمشي كده عادي. مش كلام الشيش اهو. بص اهم حاجه بوز السكينه يمشي مع العظمه اهو. يمشي مع العظمه وما تستعجلش اهو. انا بتكلم اهو بالراحه. ده كده بدانا نخلي الشيش طاووق. افضل وراك بس هو يمشي كده ويمشي كده عادي. طبعا ده او ممكن نشيله. ممكن نشيل الجلد وممكن نسيب. ده كده بالنسبه لقطعه الشيش. ده كده بالنسبه للورك بتاعنا اهو. طب سؤال يا شيخ محمد بعد اذنك، الشيش طاووق لازم ينفع من الوراك ولا ممكن يشتغل معانا من الصدر؟ هو ممكن كده وممكن كده بس الافضل الوراك عشان بيدي طعم وتست ويستوي بسرعه. ايوه وطري. طبعا التتبيله بتاعتنا مختلفه طبعا عشان ان هو يكون طري وتست. وفي نفس الوقت الوراك برضو اللحم بتاعها ما يبقاش متفل زي لحمه الصدر. بالظبط. بس هي اريحيه. ممكن برضو لو واحد حابب ياكل اكل صحي برضو الصدور بتتاكل في الاكل اللي هو الريجيم والاكل الصحي وكده يعني. لان الوراك بيكون فيها نسبه دهون عاليه شويه عن الصدور. تمام. البلاد ما تحطش فيها زبادي. حبيبتي يا حبيبي. الشاورما لا هو الزبادي الهدف بتاعها ان هي بتدي تيست بتضطر حته اللحمه. بتضطر حته اللحمه. لا خلينا متفقين على مبدا ان كل شيء له طريقه. المبدا بتاعنا ان كل شيء له طريقه. انا بستعمل زبادي غير ما بستعملش زبادي. هل ان هو شغله غلط؟ لا شغله صح برضه. شيخ محمد انت ممكن تقول لي لمستمعينك اللي في اللايف والناس اللي بتتفرج عليك شغلك بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله في المشويات محترف فيه قوي يعني، ده تعليم اكاديمي ولا ايه؟ لا ده اول ما بدات في المحلات بس طورت من نفسي وخدت كورسات وخدت دبلومه في اداره المطابخ. ربنا كرمني وخدت دكتوراه في التغذيه العلاجيه والصحيه. فده كرم طبعا عند ربنا ان الواحد يطور من نفسه. مش عيب ان الواحد يبدا صغير بس العيب ان انت تفضل مستمر في الغلط اللي انت فيه وانك ما تطورش من نفسك. ده كده بنخلي الصدر يا جماعه. بنخلي الصدر عشان خاطر نعمل كفته الفراخ. طبعا الدبوس بتاعنا الصغير ده اهو ونحطه فين؟ نحطه في الفراخ الشيش. خدنا الصدر اهو. تمام. الصدر اهو خدناه. لا تمام. لكفته الفراخ اهو. طبعا العظم اللي احنا ده مش هنرميه يا جماعه. ده ممكن نستخدمه في شوربه. ممكن نعمل فيه شوربه ملوخيه حاجات من ديت يعني. وقطع. بس انا مش عايز يعني هقول لك على حاجه اهو. وهنعمله برده متقطع اهو. ادي قطعه. تمام. 2 تمام. دي كده اسمها الفيليه. الفيليه ده يعتبر احسن حته في الصدر. ده كده قلب الصدر. تمام بالظبط. بص اهو ماشي اهو كده نحاول نخليها مثلثات عشان احنا بنشقها. تمام يا جماعه. ماشي. ده كده بالنسبه للكفته او الشيش طاووق. احنا هنعملها كفته بس. ده بالنسبه لايه؟ فراخ شيش قطعه شيش. وطلعنا من الفرخه الثانيه صدور فراخ هنعملها كفته. وده كده الشيش طاووق اللي هو الوراك. نستخدمها ازاي وهنعمل منها حاجه جديده ازاي؟ هنبدا ناخد الصدور هنعملها بدل البانيه هنعملها اكل صحي نعملها مشويه. احنا خدنا الفراخ اللي قبل كده عملنا منها الشيش طاووق. عملنا منها الفراخ اللي هي المشويه وعملنا منها الكفته الصدور كفته. دي الشيش برضه اهيت. طبعا احنا ما عملناش الفراخ اربع اللي هي الاربع الفرخه 4/4. هنعمل الوركين دول هم نفس التفتيحه بتاعتنا الجميله اهي. ده كده التفتيحه اهي اهو كده من هنا كده يا جماعه اهي.
وهبص برضو اهي الاخت اللي ما شافتش اهي، ده كده عشان خاطر ان هنا حتى في البروست والحاجات ديت بتضطر ان انت تبصي العظمه دي عشان خاطر ايه يطلع الدم، عرق الدم اللي هنا ده. خلاص ده كده اهو، ده كده لازم تبص كده. ده كده الشيء سليم. ممكن بقى نديله ايه تشريحه لو الفراخ كبيره زي ما قلنا، تشريحه صغيره كده. لا بنكسر دي كده عشان لو فيها عظم ولا حاجه دم ولا حاجه دي كده اهي. وهندي ده كده برضه اهوت. طب التشريحه دي فايدتها ايه يا شيف محمد؟ معلش التشريحه ديت وفي فنيات كمان هوريها للناس وانا بشوي. ده كده بتفاديك من اي حاجه، في لفظ الميه الصفراء، دم، اي حاجه بتنزل، بتفتح لها ان هي تنزل والمسام اللي جوه تستوي. وقبل ما تستوي التتبيله تخش جوه، التتبيله نفسها تخش جوه اللحم وتوصل لها. يعني في ناس بتغلط وبتحط الفراخ مشويه كده على النار، مظبوط، بيخبط كده وكده، تيجي تاكل تلاقي في دم هنا حوالين العظم، عقده الدم. مظبوط. فده كده ناس غلط بتقع فيه كتير. فطبعا احنا بنفتح كده عشان خاطر التتبيله تخش. والتتبيله لو قبلها بيوم يا جماعه ده يعتبر نص التسويه. لو التتبيله قبلها بيوم يعتبر كده نص التسويه، الحاجه بتشمع في التتبيله وبتشرب التتبيله بتاعتها. والعظمه دي بنخبطها كده بس بعد ما نبص دي كده عشان لو في دم ولا في اي حاجه. طبعا اللي هنا ده بيبقى زفاره، في ناس كتير بتقع في المشكله يقول لك ده كبده ما اعرفش ايه. لا ده كده زفاره يا جماعه فتترمي. التشريحه بتاعتنا الجميله اهي. لو عايزه اشوف الفرخه في الفرن مشكله بنفتحها نصين زي هوريكي ازاي على الحمام. ماشي سليمه، هوريكي. طيب هوريكي ازاي بنفتح حوالين منها وبس لما اجي اشتغل في الحمام، لان دي خلاص كده احنا هنخلي ده دلوقتي. ده كده يا جماعه هنخليه عشان خاطر نعمل الناس اللي عايزه اكل صحي والناس اللي عشاق الدايت. بنشيل الجلد اهوت، دي الحاجات اللي فيها الدهون والحاجات دي اهو. انا ممكن اعمل بسرعه بس انا بعمل بالراحه عشان الناس ايه تشوف اهو كده اهو اهو. مع الفراخ الشيش الصدر التاني اهو، في عظميه هنا اهي بنمشي جنبها اهي اهي تمام. في عظمه اهيت بنمشي جنبها كده بالسكينه اهو، بنفتح كده بالسكينه ونمشي ببوز السكينه جنب العظم عشان خاطر ما نهدرش في اللحمه بتاعتنا. طيب والعظم ده ما بنرموهوش، بنستفاد بيه، نعمل بيه بيور، بنعمل بيه شوربه للملوخيه، لاي محشي، اي حاجه يعني ما بنرميش حاجه يا جماعه. طيب ممكن ناخد برضو اللحمه دي ناخدها نعمل بيها شوربه كريمه بالفراخ برضو، يعني مفيش حاجه بتترمي. رز بسمتي برضو بالشوربه الجميله. الشيف ميرفت مركزه معايا. اتفضل. العظم ده بصراحه بيبقى فيه زفاره مش طبيعيه فانا برميها. اتفادى ازاي لو عايز اعمل شوربه للكشك الملوخيه ما يكونش بصراحه فيه زفره؟ تمام. طبعا بننقعه طبعا في معلقه ملح ومعلقه سنه سكر ونحطه في الميه ممكن عصره ليمون ونحطه في الميه لمده ساعه ولا حاجه بنشيل الزفاره وبعد كده محلول النقع بتاعه. بصوا يا جماعه اللي احنا قلنا عليه، الناس اللي هي عايزه تاكل اكل صحي او ما تعليش تحت النار وتقول انا اتحرقت مني عشان رؤيه، لا الغلط منك انت. النار حتى لو رفيعه، لا حتى لو بص هي رفيعه هي تمام، في ايديا ان انا اطلعها طريه وفي ايديا ان انا ايه اخلي بالي انا واقف، مش انا ما رميتهاش على النار واكبر دماغي لا اروح اشرب واحد شاي واجي، لا ده النار بالذات عايزه واحد متخصص واقف جنبيها بحيث ان الحاجه ممكن ما تكونش دقيقه، واظبط النار تحتيها لان في جنب عالي جنب واطي، النار بظبط النار تحتيها. عشان تطلع بلاش محمد لازم توصل مش اقل من 2 كيلو وانت طالع. كل ما السن يبقى كبير اهو يا جماعه. ده كده نعملها على 2 عشان خاطر يبقى احنا عملنا برضه اهو كده. ده كده بالنسبه للاكل الصحي، الناس اللي هي بتدور على الاكل الصحي يا جماعه اهي ماشي. ده كده لوحدها اهي، او للبانيه اللي هو بتاعنا بس احنا مالناش دعوه بالبانيه دلوقتي خالص. تمام. هنخش بقى على الحمام بتاعنا الجميل. شوفوا يا جماعه اهوت، انا ممكن اشويه واشكه في السيخ زي ما هو كده، بس الاضمن والاحسن ان انا ابقى اهو زي نفس تفتيحه الفراخ اهو، بفتحه كده اهو بس بالراحه طبعا عشان السكين ما تعورش الواحد اهو. ده بنحطه بتشوي زي ما هو كده. طب ماشي مفيش مشكله اهو يا جماعه. بفتح له كده وبفرده كده زي ما انتم شايفين اهو، وهنا بقوم جاي مدي تشريحه هنا كده عشان افتحها تريح وتخش التتبيله اهو. ده كده اهو تمام. وهنا اهو كده اهي. في عظمه هنا لو انا عايز اطلعها مفيش مشكله اهي
العظمه الصغيره دي اللي هي لا هي سندها برضه، بس دي عشان خاطر تخش التتبيله اهو. طيب لو حمامه مثلا كبيره ولا حاجه انا ممكن برضه ايه يعني بالعقل كده بروح اهي تفتحه صغيره اهي ماشي بس زي الفل كده. ده كده بالنسبه للحمام المشوي وعشان خاطر التتبيله تخش هنا. طب يفضل يا شيف محمد الحمام الزغاليل ولا الحمام الكبير في الشوي؟ طب الزغاليل طبعا عشان ما يشدش معايا تمام. دي نقطه. النقطه الثانيه لو ما قدامكش اللي هو الكبير ممكن تعمله برضو ونرجع للكابره بتاعتنا ان هي تكمل تسويه. يعني نكمره يا نفتحه بالسكين. بالظبط نفتحه بالسكينه، وبرضو لو هو في شده ممكن نكمره مفيش مشكله. مشوي رخر اهو. بالنسبه للفراخ برضو اللي قلنا عليها ده كده ممكن تشويها كده زي ما هي كده في الفرن لو فرخه زي ما هي زي ما انت شايفاها كده. طب انت عايزه تشويها سليمه مقفوله اهي تمام، وبتفتحي حوالين المفاصل اللي فيها الدم عشان تصفي الدم وتغزغزيها كده والتتبيله تخش بين الجلد كده فاهماني وتحشيها من جوه تتبيله تمام. ده كده لو انت عايزه بقى متابعه ان انت كل شويه تلف السيخ لو ما بيلفش او نار هاديه عشان تستوي. طيب انت عايزاها مشويه ممكن اهي في الفرن تمام، وفي الاخر بعد ما تتشوي فحمايه ونقطه زيت وتحطيها وتقفلي عليها اكنها مشويه بالظبط. ده بالنسبه للبديل للحاجه المشويه. ريحه الفحم. ريحه الفحم بالظبط. معانا الشيف احمد عباده. لا العين ما تعلاش على الحاجب يا شيف. لا اذا حضر الماء بطل التيمم. حبيبي كده استعرضنا الحمام واستعرضنا الفراخ بانواعها بتقطعاتها. هنبدا بقى نخش على اللحوم بتاعتنا الجميله. بس في نقطه عشان ما نوقعش فيها تاني نقولها للناس تاني. بلانشه اللحوم للحوم، بلانشه الفراخ للفراخ، السمك للسمك، الخضار للخضار. ده طبعا بيقع السلامه الغذائيه وصحه وسلامه الغذاء، وعشان خاطر ان احنا ما نقعش في تسمم عكسي او تلوث عكسي او كلام من ده. تمام. طب احنا هنفك اللحوم ازاي يا شيف قبل ما نشتغل؟ الصح ان احنا نفك اللحوم على رف الثلاجه من بالليل يفك مع نفسه، او نحطها تفك مع نفسها، او في الحوض بس نفتح عليها ميه جاريه، ما نسيبوش كده في ميه بس عشان البكتيريا ما تتفاعلش معاها. لا لازم نفتحها على ميه جاريه عشان تاخد البكتيريا وتنزل معاها، ما تديهاش فرصه ان هي تتفاعل مع اللحوم. تمام. يبقى احنا كده بنقول الحاجه الوصفه وبالحاجات الصحيه بتاعتها بحيث ان ما حدش يقع في الاخطاء بتاعتنا. تمام.